بلاغ جديد من نادي الزمالك، رسالة من يانيك فريرة للاعبين. النيابة العامة تحسم ملف أرض الزمالك، من العناوين إلى التفاصيل عبر موقع دوار بلدنا. تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار محمد شوقي النائب العام بخصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر. وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بدون أي سند قانوني. وفي تطور آخر للفريق الأول، ألقى البلجيكي يانيك فريرة محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية استعدادا لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على مباراة فاركو بالأمس، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء وادي دجلة. كما شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة فاركو الأخيرة للاعبين، وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي ستتم تنفيذها في التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة. وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبير مدرب الأحمال بالفريق لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة في مسابقة الدوري.